السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مشاهدي الكرام، اليوم جيتكم واحد الطريقة زوينة ديال الصلصة ديال الطماطم اللي كدار في الحريرة. بسم الله. باش ما نطولش عليكم مشاهدي الكرام، انا جبت الطماطم السوريس، ديك الطماطم الرقيقة اللي زوينة بزاف اللي كتجي في الحريرة. يا سلام. انا جبت هنايا كيلو ونص، غسلتها وحطيتها تقطر كيف ما كتسمعوا معايا. الحريرة كيعاونني في التعليق. انتما كتشوفوا معايا مشاهدي الكرام. بغيت نوجدها ان شاء الله لشي طنجره الحريره فاعله هكا في هذا العيد. جبت معايا انتما كتشوفوا القزبر، تقديته. شوف تبارك الله على كراكس كي دايرين. شوفوا المعدنوس تبارك الله، شوفوا كي دايرين المعدنوس. دابا هذا المعدنوس هذا شهاني بحال اللي راني جانياه من الغله ديال دوار كوديا. جمعت عندي هنا عماله التونات. هكا تبارك الله كيكون عندهم في الصيف كيحيدوا الخضره ديال البرد وكيغرسوا بحال دابا الربيع وهذا الخاص والباربه. شوف تبارك الله، يعني هذا قزبر بلدي المعدنوس. ان شاء الله انا غادي نوريكم هذا الشيء ان شاء الله غادي نصوبو يعني مره اخرى. انايا وليت كنوري الربيع شوف تبارك الله كي داير خضر. غادي مره اخرى غادي يعني من مور الكاميرا ان شاء الله غادي نوجدو باش ملي نجي نطيب الحريره تجيني سهله. انا غادي نرجع دابا المطيشه صلصه الطماطم. هذا هو موضوع الحلقه ديالنا اليوم. مطيشه السوريس جبت فيها هنايا كيلو ونص، غسلتها وحطيتها تقطر. دابا انا غنديرها هنايا تسلق الطنجره ديالنا. شكرا للحاول اللي كتعاونني ياك. غنضيف عليها الماء وغنديرها طيب تسلق في سميتو في فوق البوطه. عفوا نسيت واحد الحاجه، خصني نزيد حبه ديال المطيشه معاها بلديه. معليش، مطيشه بلديه باش ما كنصايبوش لهذا، ما كان الحريره ما نديروش فيها كاع مطيشه مركزه، نخليوها حريره طبيعيه. كما كلاحظتوا معايا ما غاديش نحيد لها القشره بطبيعه الحال، غير هذا المجلي هذا غادي نخليها تبرد وغنطحنها في الخلاط الكهربائي. مشاهدي الكرام غنحيد هذا الابيض وبيني وبينكم غتجي واحد الحريره يا سلام. عاد قطعات ديال الغنمي ما نديروش الماء بزاف، غير شويه لان اصلا المطيشه كتطلق الماء بركه. غير نكتفي بهذا القدر ديال الماء باش ملي نجيو نطحنوها ما تجيناش الصلصه ديال المطيشه ما تجيناش جاريه. غادي نسدو الطنجره ديالنا هكا. كاين اللي كيدير فيها الملحه، انا ما غنديرش فيها الملحه، بالعكس نخليها طبيعيه. الملحه غنديرها في الحريره. وهكذا مشاهدي الكرام انا غادي نحطها فوق البوطه طيب، وغادي نرجع لكم مره اخرى نوريكم الطريقه كيف كنصفيو مطيشه وكي غادي نخبعوها ان شاء الله في الثلاجه على ما نصوبوها في الحريره ان شاء الله في طنجره الحريره ديالنا. مشاهدي الكرام الطماطم ديالنا، صلصه الطماطم ديالنا هي دي واجده. دابا غادي نديروها في الخلاط، عفوا نطحنوها في الخلاط. انا ما درتش فيها الماء بزاف، راكم شفتوا انا درت فيها هي تبارك الله راه طلقات الماء. نكتفي بهذا القدر هذا. وبيني وبينكم الحاوي دابا هو اللي كيعلق عليا، ما كهضرتي راه ما غاديش تسمع ليكم. هو المهم حنايا بسم الله.
في جميع البيوت. كتصفي ديك الزريعه، ديك الزريعه ما مزياناش صافي، يعني النكهه ديالها راها طابت، حنا استفدنا منها في الطماطم. غادي نشلل هذا، انا مازال غادي نطحن، نوريكم الطريقه. من بعد غادي نخليها تبرد شي شويه باش نكمل الطحين ديالي لان مازال شويه صغيره. هنا انا غادي نبدا نجيب المغرفه ولا معلقه ولا شنو ما كان، نديرها هكا، غادي نصفيها. ان شاء الله غادي نطيب معكم ان شاء الله، نوجد معكم طنجره الحريره. دابا انا كنوجد لها القوام ديالها باش تجيني ساهله ان شاء الله في السيمانه العيد. كما شفتوا معايا الربيع تبارك الله كيشهي. كما شفتوا معايا هاد الزريعه هادي باش كتجي الحريره كتجي نقيه، ما كتجيش فيها ديك الزريعه وهذا، كتجي زوينه بزاف. مشاهدي الاعزاء، الطماطم ديالنا كيف كتشوفوا معايا تبارك الله مزيانه. انا مازال غادي نستمر منين غتبرد ليا الطماطم ديالي، غادي نكمل، غادي نطحن اللي بقى ليا. كنستوفي معكم، ما كنكتفي بهذا القدر هذا، يعني انا وريتكم الطريقه باش كتحيدوا داك الزريعه ما كتبقاش في مطيشه، لان مضره هي للمعده ومضره للمصارين. قد ما يعني صفينا واحد الحاجه كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لي انا منين غادي نساليها من التحضير، غادي نضيفها هنايا في هاد الجبانه هادي، خليتها تبرد نضيفها في هاد الجبانه. غادي نحطها في الكونجيلاتور. ملي غادي نبغي نصايب الحريره غادي نجبدها قبل البيله، يعني تبات كتطلق باش تجيني مزيانه في الحريره. بالنسبه للربيع ها نتوما شفتوا تبارك الله الربيع شحال غزال، انا شحال غير هاد القزبور والله. ان شاء الله في جزء اخر مع الحريره. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.